في البداية لا تنسى الاشتراك الإعجاب لكي تدعمنا على الاستمرار. ريهام سعيد: وشي باظ وحواجبي زي الشيطان. قالت ريهام: سعيد إنها لأول مرة تظهر في لايف عبر إنستغرام دون فلتر أو مكياج، والسبب كي تعرف الجمهور ما حدث لها في عملية التجميل الفاشلة، مشيرة إلى أنها تتعالج نتيجة هذه العملية منذ 3 أشهر. وجهت رسالة لجمهورها: هل هذا شكل ريهام سعيد الدكتور بعد ما العملية عمل فيلر في وشي على الحفر التي ظهرت بعد العملية الفاشلة في وشي بعد ما بوظلي شكلي وعمل خطوط زي الشيطان وأجرى لي خياطة تحت العين وهذه جريمة، وحاجبي زي الشيطان عشان كده عملت تاتو ومسحت الحاجب وعدلته. واستعرضت ريهام سعيد وجهها: هل هذا وجه ممثلة؟ لو فكرت امثل، أنا مشوهة بقالي شهرين بتعالج وهسافر اتعالج وهخضع لعملية نتيجة تليفات كتيرة في وجهي. الدكتور حركني جوه العملية نتيجة عملية فاشلة، ومنذ 11 شهر لم أتحدث بعد ما شوه وجهي. وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت في البداية عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة من إعلان نشره طبيب تجميل تضمن صورة لامرأة مجهولة، وقد غطى عينيها بشريط أسود وكتب عليها قبل، وبجوارها صورة لريهام واضعا شريطا أسود على عينيها وكتب فوقها بعد، زاعما أنه أجرى جراحات تجميل ناجحة. وأعادت ريهام نشر الإعلان واتهمت طبيب التجميل بتشويه وجهها بعد ارتكابه خطأ في عملية التجميل التي أجراها. لا تنسى الاشتراك والإعجاب لكي تدعمنا على الاستمرار.